في حلقة استخبارات الفانتزي عودتكم ان دايما بيبقى عندنا مفاجآت، ومحمد ابو تريكة يا جماعة عمل تريبل كابتن في الجولة دي، عمل تريبل كابتن على هالاند. خلينا نشوف فرقته ونستمتع كده بالموضوع. وزي ما شفنا كان بيتكلم مع محمد سعدون الكواري وطارق الجلاهمة في الاستوديو، وازاي يعني كل واحد فيهم عمل ايه، وكمان تناقشوا مع بعض على الليج. وهنشوف بقى بالظبط التفاصيل كده بتاعت الليج في الحلقة دي. كمان في حلقتنا النهاردة وزي ما عودتكم ان لو في اي حد طلب مننا اي طلب واي كومنت كده، في واحد من الاصدقاء طلب مننا الشانل بتاعت راشد، علشان كده النهارده جايبين لكم الفرقتين دول، ولكن دول هيكونوا في اخر الحلقه، فتابعوا الحلقه لاخرها لانها بجد جميله جدا وان شاء الله يا رب تعجبكم. اخباركم ايه يا شباب وعاملين ايه؟ وحلقه جديده النهارده، حلقه استخبارات الفانتزي. الحمد لله الحلقه يعني لاقت قبول كبير جدا، واستمتعت جدا جدا بكم المشاهدات وكم الاثراء كده والكومنتس الجميله اللي بشكركم بجد جدا عليها، وازاي ان الحلقه دي فعلا عجباكم. وانا بجد والله بقيت بستمتع جدا وانا بعمل الحلقه، اشوف الفرق الجديده واشوف الناس كده عملت ايه، واشوف اللعيبه اللي احنا او الناس اللي احنا بنحب نتابعهم بشكل مستمر زي ابو تريكة وزي النجوم الكبيره اللي بنتابع كده وبيلعبوا فانتزي بانتظام. فبجد بقت مستمتع جدا ان انا اشوفه، فمبسوط جدا من الكومنتس وحجم الكلام والاثراء الجميل جدا والكلمات الجميله اللي بسمعها انا وكابتن زهران من حلقه استخبارات الفانتزي بالذات. الحلقه دي بتتصور قبل المباراتين اللي متبقيتين في الاسبوع ده. المباراه الاولى طبعا مباراه كريستال بالاس ومانشستر يونايتد، المباراه الثانيه مباراه مانشستر سيتي وتوتنهام، المباراه ان شاء الله اللي هتكون في ملعب الاتحاد يوم الخميس. وانا تابعت برضو الاستوديو بتاع محمد ابو تريكة، هو ومحمد سعدون الكواري وطارق الجلاهمة الثلاثه مع بعض كده في الاستوديو، فقلت لازم يعني خلاص طالما عرضوا الليج كده بتاعتنا يبقى لازم نتابعها ونبص عليها ونشاهد كده ايه اللي حصل بالظبط. واول واحد دايما بيكون معانا اللي دايما بيجي لنا كومنتس، يا جماعه والله انا الاي دي ابعتوا لي على رقم القناه الخاص واحنا هنتكلم مع بعض كده نتعرف على بعض. وانا بستمتع جدا والله بكل الناس اللي بتبعت لي على القناه او الرقم بتاع القناه، فيعني انا اكيد طبعا ببقى فعلا متحمس جدا ان انا اتكلم معاكم، وحتى بيبعتوا لي بعض الفرق وبعض النصايح. يعني خلينا نتناقش مع بعض في الاي دي بتاع محمد ابو تريكة، لان انا زي ما قلت لكم كده الحلقه اللي فاتت ببقى محرج شويه. خلينا على طول نشوف فريق محمد ابو تريكة. فريق محمد ابو تريكة النجم الجميل اللي يعني زي ما انتم شايفين امامكم على الشاشه كده عمل تريبل كابتن على هالاند، عمل تريبل كابتن على هالاند. وزي ما قلت له الحلقه اللي فاتت يا كابتن محمد ابو تريكة، خف ايدك شويه كده من على التغييرات. فعلا محمد ابو تريكة الجوله دي اخيرا ما عملش اي تغييرات وما عملش ماينسز، وبقى عنده تغييرين الجوله الجايه ان شاء الله يا رب كده. ان شاء الله الجوله الجايه اشوفك بقى شلت واحد ما بين ادرسون وما بين نيك بوب. اعتقد يعني ان محتاج قوي ان انت تشيل واحد فيهم عشان توفر شويه فلوس هينفعوك جدا في الفرقه. وانا طبعا ببعت لمحمد ابو تريكة الحلقات، ويعني يا رب يكون بيستمتع بيها. محمد ابو تريكة زي ما حضراتكم شايفين كده جاب 43 نقطه وتريبل كابتن، يبقى طبعا اكيد يعني سكور مش حلو قوي، لكن اكيد عنده لسه ان شاء الله في مجموعه لعيبه هتلعب في المباراتين المتبقيتين. شفنا طبعا الواحد اللي بالنسبه لي يعني ديفرنشال حلو جدا في فرقته وهو برونو فرنانديز اللي جاب 9 نقط، وراشفورد طبعا جاب 10 نقط. وشفنا ازاي في ناس كابتنت راشفورد، لكن خلينا بس في فرقه ابو تريكة. ماونت ما عملوش حاجه، كوكوريلا ما لعبش، وطبعا تريبير مازال بيواصل عروضه وارقامه الممتازه. والمشكله عندي برده في الفرقه في تيرني اللي في الاحتياطي، لازم محمد ابو تريكة يجيب واحد من لعيبه ارسنال بالذات في خط الدفاع كده يكون جامد، ومحتاج برده لعيب من ارسنال في نص الملعب، واحد زي ساكا مكان ماونت مثلا لو تقدر تجيبه وتحاول تظبط الدنيا كده وتجيبه لان مهم جدا. مارشيال ما خدموش طبعا انه طبعا اتصاب في الجوله دي، فالمهم. ومتروفيتش طبعا، متروفيتش ده مش ممكن، متروفيتش وضربه الجزاء الغريبه اللي ضيعها حرام بجد يعني، وكانت يعني كمان ضربه جزاء في نيك بوب، وكان هتضيع كلين شيت من فريق نادي نيوكاسل. فمش ممكن اللي عمله متروفيتش وتاني ضربه جزاء يضيعها كده على التوالي. فيعني مش عارف اقول ايه بصراحه. المهم ترتيب محمد ابو تريكة زي ما حضراتكم شايفين كده بقى 3,915,000، بس لسه طبعا في تريبل كابتن على هالاند، واعتقد يعني ان شاء الله ممكن نشاهد يعني نقاط تانية، وممكن يا رب لو هالاند مثلا جاب جون او جونين ولا حاجه ممكن يرتفع جدا محمد ابو تريكة في الترتيب. فان شاء الله يعني تبقى او يعني تتظبط شويه او ترتيبه يرتفع شويه ان شاء الله في اللي جاي. وزي ما شفناه زي ما قلت لكم كده في الحلقه مع كابتن طارق الجلاهمة وكابتن محمد سعدون الكواري،
واتكلموا وقال لهم اصبروا اصبروا لسه شويه، ولسه الليله طويله، ولسه الدوري طويل، والعبره بالخواتيم. بما اننا طبعا اتكلمنا على الثنائي ده وكذا مره النهارده اتكلمنا عليه في الحلقه، فخلينا على طول نشوف فرقهم، او خلينا نشوف اول واحد معانا في دوري فريق بي ان سبورتس، الدوري الملتهب جدا، واللي بقول لكم يعني ناس كتيره جدا عماله على طول تبعت لي عايزين طب نشترك في الليج. بقول لكم للمره الثانيه ان مش هينفع طبعا نشترك في الليج، لان الليج دي مقفوله على المجموعه اللي بتلعب بس في يعني الدوري مع بعض او في الاستوديو مع بعض بتاع بي ان سبورتس. المهم يعني خلينا ناخد محمد سعدون الكواري اللي هو في المركز الثاني في الليج دي وجاب 51 نقطه، وخلينا نشوف فريقه. محمد سعدون الكواري جاب 51 نقطه لكن عامل ماينس 12. يا خبر ابيض، ليه كده يا كابتن محمد؟ كتير قوي قوي يعني بصراحه، ماينس 12. هنشوف تغييراته دلوقتي، لكن هو طبعا عمل حاجه جامده جدا، كان كابتن راشفورد، عشان كده جاب ال 51 نقطه. وطبعا هو قال بلاش هالاند، خلينا نكابتن راشفورد وخلينا ناخد الريسك دي. كمان عنده ساكا، ويعني زها ما عملوش حاجه لكن عنده مباراه تانية، وعنده محرز برضو، يعني من التغييرات الجيده ان هو جايب محرز، لكن محرز برضو ما عملش حاجه لسه مباراه فريق توتنهام. وعنده طبعا هالاند، ما عندوش حد من دفاع فريق نادي مانشستر سيتي غير ادرسون، عنده ادرسون برضو في حراسه المرمى، فيعني لسه برضو عنده لعيبه ممكن تورينا او ممكن تعمل حاجه لسه وترفع رصيده. خلينا نشوف على طول طبعا يعني التغييرات، الاربع تغييرات كتير قوي بصراحه. هو جاب ادرسون مكان كيبا، تغيير طبعا ما كانش موفق قوي حتى الان، ممكن ادرسون يجيب كلين شيت ويحاول يعوض كيبا. وجاب زها مكان رودريجو، وجاب هاري كين مكان ويلسون، والتغيير ده يعني لحد دلوقتي برضو ما ورناش قوي يعني كفاءته. وجاب محرز مكان محمد صلاح، اعتقد يعني التغيير ده برضو كان لحد دلوقتي او يعني ممكن يبقى كويس، لانه طبعا محمد صلاح ما عملش حاجه ولسه محرز عنده مباراه ثانيه. المهم طبعا ترتيب محمد سعدون الكواري رغم انه جاب 51 نقطه الا انه نزل شويه بقى ل 529 الف على العالم. وانا بس بالنسبه لي يعني حكايه ان هو ما لعبش بين وايت دي او ما لعبش حد من دفاع ارسنال، هي كانت صعبه الصراحه ان احنا نتوقع يعني ان فريق ارسنال هيطلع من استاد توتنهام الجديد وهو متصدر وهو متقدم وهو متالق. بصراحه هي مش حلقه تحليل، واحنا يعني قولوا لي برضو لو انتوا عايزين نعمل حلقات تحليل نتكلم بقى على ليفربول ونتكلم على ارسنال وايه اللي بيحصل في ارسنال وايه اللي بيحصل في ليفربول وسر السنه السابعه بتاع كلوب، لو يعني عايزين ندردش كده مع بعض في الموضوع ده قولوا لي في الكومنتس. لكن محمد سعدون الكواري ما حطش بان وايت في التشكيله بتاعه فريقه، وطبعا ماينس او 8 نقط كده موجودين على البنش للاسف. لكن هو كان عنده رؤيه برضه في متروفيتش ان هو ما لعبوش في الجوله دي، ومتروفيتش طبعا فعلا جاب صفر في الجوله دي. خلينا بقى نبص على فريق الكابتن طارق الجلامه اللي جاب 47 نقطه وعمل تغيير واحد وما عملش ماينسز، وبرضه تشكيلته قريبه، عنده ادرسون وعنده شو وعنده تريبير، لكن عنده جويه وعنده كيفن دي بروين وعنده مارتينيلي واندرياس بيريرا وراشفورد. لكن عنده بقى واحد على البنش يا جماعه، يعني انا كنت بفكر والله جدا اجيبه الجوله دي، وقلت للكابتن زهران يعني ما بيني وما بينه كده انا بفكر اجيبه، وهو إيريك بيلي اللي جاب 12 نقطه. لكن المشكله انه ما لعبوش في الجوله دي. كمان طبعا كان عنده دانك جاب 5 نقط على البنش، يعني البنش مش عارف فيه ايه، بس ناس كتير قوي عندها دايما ناس كتير قوي على البنش جايبه نقط حلوه وانا منهم للاسف. يعني الجوله دي هبقى اوريكم ان شاء الله فريقي في اخر الحلقه. لكن هو عمل تغيير وحيد، جاب توني مكان متروفيتش، وكان تغيير ممتاز ب9 نقط كانوا فرقوا جدا جدا معاه. خلينا بقى نشوف ترتيبه ارتفع بقى 3,792,000 وعدى الكابتن محمد ابو تريكه كده في الليج. لو نرجع تاني كده للليج اهو، هو سابق الكابتن محمد ابو تريكه وفارق كام 4 نقاط فقط ما بينهم، هو 1039 والكابتن محمد ابو تريكه 1035. وشايفين بقى الليج كده بكل الناس الجميله اللي موجوده فيها، الجمعه واحمد المحمدي ووفاء سكر وايمن جاده وحسام الدمسيسي، المجموعه كلها اللي موجوده اللي يعني مستمتعين جدا. احنا بنشاهد كل مره كده المجموعه بتاعه دوري بي ان سبورتس. واحد بقى من الناس المهمه جدا اللي بنتابعهم برضو باستمرار وهو علي ايمن فانتساوي اللي فاكرين الحلقه اللي فاتت والجوله اللي فاتت، الراجل يعني بصراحه كان حظه سيء جدا مع رحيم ستيرلينج، لكن المره دي بقى هو رد الصعصعين. وزي ما انتم شايفين كابتن راشفورد عمل له يعني ال 20 نقطه الجمال، 10 نقط كانوا مهمين جدا وعنده مباراه ثانيه، فاعتقد فعلا انه كان اختيار ممتاز جدا على حساب هالاند. انا شخصيا كابتنت هالاند ما قدرتش اخد الريسك دي، لكن بصراحه كانت كويسه جدا. وجاب 10 نقط طبعا راشفورد، وهو جايب 61 نقطه لانه قلت لكم يا جماعه من الحلقه اللي فاتت عنده بوتمن وعنده تريبير وهو راهن على الكلام ده، وكيبا
كيبا طبعا صبر عليه، ولوك شو. طب خلينا نشوف التغييرين اللي عملهم. هو جاب راشفورد مكان ستيرلينج، اكيد تخلص من ستيرلينج طبعا، وجاب لوك شو مكان باترسون، كان لازم يعمل برضو الموضوع ده. ولوك شو رغم انه ما جابش كلين شيت الا ان لوك شو بقى مهم جدا طبعا في الفتره دي في الفانتزي، فهو عمل التغييرين. لكن المشكله انه عنده وايت برضو على البنش، وعنده بوينو برضو على البنش لاعب نادي وولفرهامبتون. انا كمان عندي هذا الثنائي الحمد لله على البنش. والمهم طبعا انه يعني وجاب 61 نقطه بماينس 4، فالى حد كبير يعني رفعته في السكور. فاكرين المره اللي فاتت كان معدي او فوق المليون بشويه، دلوقتي بقى 878,000 على العالم، ولسه بقى عنده المجموعه اللي هتلعب في الدبل جيم ويك. فخلينا ان شاء الله نشاهد باستمرار كده فريق فانتساوي. وزي ما قلت لك يا علي انا عارف ان انت لسه هتوصل لحاجه كويسه جدا في اخر سيزون ان شاء الله. الفريق اللي بعده وهو واحد من الناس اللي دايما يعني ادائها مستقر جدا وما شاء الله يعني كل اسبوع في تصاعد، وهو مدمن فانتزي محمد صلاح اللي جايب 52 نقطه. يعني هو فرقته قريبه جدا من فرقتي على فكره، مفيش فيها اختلافات، ويمكن هو عنده حتى نفس الترتيب، بوينو ووايت برضو الاثنين على البنش، ولعب اكانجي ولعب شو الاثنين طبعا ما جابوش كلين شيتس، لكن لسه عندهم مباراه ان شاء الله ممكن يعملوا حاجه في نص الملعب. انا كمان عندي الميرون ومارتينيلي ودي بروين وراشفورد، وعندي في المقدمه هالاند وكين، لكن انا عندي متروفيتش وهو كان عنده توني، وده يمكن الفرق ما بيني وما بينه. وايضا الفرق ان انا عندي كيبا مكان نيك بوب، يعني قريبين قوي الفرقتين من بعض انا وفرقته. وهو كان عمل تغييرين، جاب توني مكان متروفيتش وجاب نيك بوب مكان كيبا. كان تغيير فيه استعجال شويه الصراحه، يعني كان فعلا ممكن يصبر شويه على التغيير ده، لان كيبا كان عنده مباراه على ارضه ونجح في انه يجيب 10 نقط كانت مهمه جدا. المهم ترتيبه مازال بيرتفع زي ما بقول لكم كل اسبوع، بقى 372,000 على العالم، وترتيب ممتاز جدا لمدمن فانتزي. الفريق اللي بعديه وهو واحد من الاصدقاء الاعزاء وقلت لكم عليه قبل كده وجبناه قبل كده في حلقتنا، وهو محمد القاضي اللي يعني الصديق الجميل العزيز اللي ماسك برنامج مهم جدا في قناه اون تايم سبورتس مساء الانوار مع كابتن مدحت شلبي، وجايب 62 نقطه. وفكرتكم كده وافكركم تاني بمحمد القاضي ده يا جماعه، واحد من الناس اللي دايما شغاله في الديفرنشال، اللي دايما شغاله بعيد كده عن الخط، علشان كده في الجولات اللي هالاند ما يعملش فيها حاجه هتلاقيه دايما ملعلع. كابتن راشفورد زي ما قلت لكم كده دايما بيحب يجيب اللعيبه الغريبه، وجايب اوديجارد وجايب طبعا موبومو وجايب ويلسون وجايب تريبير طبعا وجايب كانسيلو وجايب لوك شو وجايب كيبا. ففي طبعا الجوله دي جايب 62 نقطه، فاكيد ترتيبه ارتفع بقى ل 2,463,000. وهو يمكن بعت لي وقال لي يعني ان هو اتفرج عليا كده الجوله دي، وانا فعلا شفته وما شاء الله كانت يعني بصراحه جوله ممتازه جدا. واحد بقى من اليوتيوبرز اللي يعني بقالنا كتير ما جبناهمش كده، وهو عمر حسين اللي مش عارف ليه يا عمر وقفت الفيديوهات بتاعت الفانتزي، وانا بتضايق جدا بصراحه لما بخش على القناه كده واشوف ان انت بطلت تنزل فيديوهات، مش قادر افهم ليه يعني. المهم ان هو جايب 46 نقطه في الجوله دي، وعمل تريبل كابتن على هالاند ب 46 نقطه، يبقى اكيد يعني مش حاجه حلوه قوي. لكن هو عنده طبعا مجموعه من اللعيبه برده، عنده شار وعنده تريبير ثنائي من دفاع نادي نيوكاسل، واعتقد ان هو اختيار ممتاز. عنده سانشيز برضو من فريق نادي برايتون، وعنده راشفورد، وعنده محمد صلاح ومارتينيلي ما عملوش حاجه قوي، وستيرلينج طبعا عنده على البنش، واضح ان هو كان جابه لما يعني كان علي بيفكر فيه. لكن هو الجوله دي جاب راشفورد مكان تروسرد فعلا كان في مشكله مع المدير الفني لنادي برايتون، وواضح ان هو عايز يمشي كده من برايتون، فباع طبعا تروسرد وجاب مكانه راشفورد. فالتغيير كان ممتاز، هو كان ناقص بس انه كابتنه او يعمل تريبل كابتن على راشفورد، هو ما قدرش يعمل الحكايه دي. هنشوف طبعا ايه اللي هيحصل ان شاء الله في المباراه الثانيه بتاعه مانشستر سيتي وتوتنهام، وهل فعلا هتفرق مع عمر ولا لا. طبعا ترتيبه ارتفع، لكن هو ترتيبه متاخر جدا، هو ال 4,019,000 على العالم. يعني ان شاء الله تبقى جوله خير كده، وعمر يعود بالفيديوهات مره ثانيه، لان احنا فعلا بحب جدا ان انا اشوف عمر في الفيديوهات. طيب ناخد واحد بقى من اليوتيوبرز الجامدين بجد بقى، اللي بقول لكم يعني من الجامدين، يبقى هو من الجامدين، هو نور ماجد اللي هو اف بي ال كينج، وجايب 56 نقطه. نور ماجد على فكره ماشي بخطى ثابته جدا جدا، وهنشوف ترتيبه دلوقتي. كيبا وتريبير كابتنة هالاند وتوني. طب خلينا نشوف البنش بتاعه، عنده بوتمن وعنده بوينو على البنش، الاثنين يعني مش جايبين طبعا، او يعني الاثنين مش بيلعبوا وجايبين سكورز ممتازه. كان عمل تغيير، جاب
توني مكان داروين نونيز، دايما تغييرات نور ماجد بتبقى في الجول كده وما فيهاش مشاكل. وترتيبه ارتفع، بصوا بقى يا جماعه ترتيبه كام؟ ال 68,000 على العالم. بقول لكم يعني نور ماجد كده ماشي، ويمكن هو نور اعلى يوتيوبر من اليوتيوبرز كلهم. يعني انا بصيت على السكورز بتاعه اليوتيوبرز كلهم، نور ماجد رقم واحد، حتى نور ماجد سابقني، يعني انا ما بيني وما بينه مش مسافه بعيده قوي، لكن نور ماجد سابقني كمان، وهو اللي رقم او هو ترتيبه 68,000 على العالم. نيجي بقى واحد من اليوتيوبرز برضو الممتازين واللي انا بحبهم جدا والله على المستوى الشخصي، تحس ان هو صاحبك ورغم ان انا ما قابلتوش قبل كده يعني، وهو كابتن فانتزي شادي اللي يعني عامل موسم برضو الى حد كبير كويس الموسم ده بصراحه. هو الجوله دي ما كانتش حلوه قوي، جاب 42 نقطه. مش عارف يا شادي اقول لك ايه بس على اول حاجه دي، ازاي وورد يا حبيبي وكيبا ليه بس ليه؟ وورد بيلعب طبعا فريق نوتنجهام فورست، لكن نوتنجهام فورست بيلعب على ملعبه امام فريق ليستر اللي دفاعيا يعني سيء جدا. ليه يا حبيبي ما تلعبش كيبا؟ يعني تشيلسي اكيد تلعب كيبا في الجوله دي. هو طبعا لعب وورد مكان كيبا جاب 10 نقط وورد جاب نقطتين، وعنده صليبه كمان على البنش يعني جاب 6 نقط، ففرقوا جدا. ال 16 نقطه دول كانوا ممكن يفرقوا جدا معاه. هو لعب اكانجي ولعب شو، عنده ساكا ودي حاجه كويسه، ما عندوش كيفن دي بروين، وعنده محرز، عنده الميرون اللي ما زال في مشكله، ايزي ما عملش حاجه لكن عنده مباراه ثانيه، وهاري كين ايضا هو وهالاند طبعا الكابتن. فيعني هي جوله الى حد ما مش حلوه قوي، لكن خلينا نشوف تغييراته. كان جاب ايزي مكان سامرفيل، وجاب محرز مكان فودن. كان مهم جدا ان هو بصراحه يمشي فودن، لان فودن مشكله ما بيلعبش، ولما بيلعب حتى ما بيعملش حاجه. لسه ترتيبه نزل شويه، هو ترتيبه ممتاز الحقيقه، ال 279,000 على العالم نزل، ولكن لسه طبعا عنده الكابتنه بتاعه هالاند، وعنده لسه لعيبه مانشستر سيتي في المباراه امام توتنهام. ان شاء الله هنشوف كده ايه اللي هيحصل في الجوله دي. نيجي بقى للثنائي اللي هو بقى ايه الثنائي اللي احنا جالنا كده من بعض الاصدقاء، او واحد من الاصدقاء الحقيقه قال لي ازاي انت مش جايب عيله راشد، يعني راشد ألردايس وعمر ديولا، الاثنين الثنائي الجمال دول الظراف جدا اللي عاملين قناه راشد. فقلت له خلاص ما فيش اي مشكله طبعا، اعتبرهم موجودين في الحلقه، يعني ما انت ليه قلقان ليه؟ فاول واحد معانا النهارده عشان ناخدهم بالترتيب كده هو راشد ألردايس ومحمد راشد. محمد راشد جايب 40 نقطه ولكن عامل ماينس 8، انا مش عارف برضو ليه كده، يعني الماينسز الجامده دي، عامل ماينس 8 وترتيبه هو متفوق على عمر راشد، وكان عامل ماينس 8 يا جماعه باربع تغييرات. جاب ويلسون مكان ارشر، وجاب بيريسيتش مكان كانسيلو، وجاب زانكا مكان ماتب، تغيير غريب شويه بالنسبه لي الحقيقه زانكا، وجاب ادرسون مكان رامسدال، برضو تغيير تاني انا بالنسبه لي برضو كان غريب شويه، لان رامسدال يعني خلاص انت جايب حارس مرمى ارسنال خليه بقى يكمل، مفيش داعي تقعد تغير، مش هتفرق كتير قوي. فطبعا ادرسون جاب له نقطه، وجايب برضو بيريسيتش ما لعبش جاب له نقطه، زانكا برضو جاب له نقطه. كان عايز تجيب حد من فريق برنتفورد يبقى اكيد تجيب مي مثلا، انا جبت مي في الجوله دي وهوريكم فرقتي ان شاء الله على طول. وبرضو تريبير يعني عنده اللعيبه اللي هي بقى اللي عند الناس كلها، تريبير والميرون ودي بروين ومارتينيلي وراشفورد وهالاند الكابتن، فطبعا جاب 40 نقطه. اكيد يعني السكور ده عمل فيه ايه بقى؟ نزله شويه بقى 945,000 على العالم، لكن الى حد كبير هو في اول مليون، فيعني ممكن يبقى المواضيع تتحسن معاه شويه. خلينا بقى نشوف اللي بعديه وهو عمر ديولا او يعني عمر راشد، برضو عامل ماينس 8 وجايب 39 نقطه، يعني كتير قوي برضو التغييرات الحقيقه. طب خلينا قبل ما نشوف فرقته نشوف تغييراته. هو جاب ايزيه مكان اندرياس بيريرا، وجاب هاري كين مكان متروفيتش، وجاب كيفن دي بروين مكان محمد صلاح. الى حد ما تغييرات مش يعني، محمد صلاح طبعا ما عملش حاجه، وهاري كين لسه عنده مباراه، وكيفن دي بروين جاب اسيست، فالى حد ما التغييرات ما كانتش بطاله. لكن برضو عنده وايت على البنش، برضو كانت صعبه الصراحه، هينزل له مكان كوكوريلا، وده يمكن الحظ كويس في الحكايه دي ان كوكوريلا ما لعبش، هينزل له طبعا مكان كوكوريلا. ترتيبه نزل الى المليون 898، هو يعني احتمال ان شاء الله لما ينزل له بقى بان وايت الامور تتحسن شويه مع عمر حسين راشد. دول كده كانوا المفاجاه بتاعه الحلقه النهارده، وزي ما قلت لكم كده اي حد انتوا عايزينه قولوا لي عليه، وان شاء الله ندخل على طول فرقته معانا في حلقاتنا. اخر فرقه في الحلقه النهارده هي فريقي جايب 54 نقطه، وعملت 3 تغييرات بماينس 4، بقالي كتير ما عملتش ماينسز، لكن انا عندي ثنائي على البنش زي ما قلت لكم، بوينو وبان وايت الاثنين، واحد جايب 6 وواحد جايب 8، وطبعا جبت برضو مي. خلينا طب نشوف تغييراتي. جبت هاري كين مكان جرينوود، جبت مارتينيلي مكان صلاح
وكنت محتار جدا ما بينه وما بين اوديجارد، لكن في الاخر جبت مارتينيلي لانه عنده يعني ملكيه او نسبه ملكيه اكتر، وجبت بامي مكان كانسيلو اللي كان محيرني قوي مش بيلعب. قلت خلاص خليني اجيب واحد مضمون يلعب، ولا جبت بامي. وفي الاخر طبعا يعني كانسيلو لعب، ولكن كانسيلو ما جابش كلين شيت، بالعكس جاب نقطه واحده، فالى حد ما ترتيبي يعني كويس. لكن انا كنت محتار جدا ما بين ان انا العب متروفيتش ولا لاعب واحد زي بوينو او وايت. في الاخر اخترت متروفيتش لحد بقى ما جت ركله الجزاء بصراحه، وقلت يعني مش ممكن الحظ، وكانت سيئه جدا بصراحه ضربه الجزاء اللي ضاعت دي. وان شاء الله يعني الامور تتحسن شويه، ترتيبي ارتفع الى ال 100,000 بالظبط، 100,583,000 على العالم. ان شاء الله يعني يا رب كده لو هالاند مثلا عمل حاجه ونجح في انه يجيب هدف تاني، او راشفورد مثلا، او نشوف بقى مين اللي هيظبطنا كده في الجوله ان شاء الله، يعني تكمل على خير الجوله، ونحاول بقى نرتفع ونخش شويه كده على ال 80,000 مثلا، 75,000، نقرب شويه من اول 10,000 ان شاء الله اللي مستهدفينهم كده السنه دي. كده كانت حلقتنا، ودايما والله بنستمتع مع بعض بالفانتزي. زي ما قلت لكم عندكم اي تعليقات، اي كومنتس، اي طلبات، قولوا لي طبعا وابعتوا لي على الواتساب بتاع القناه. ان شاء الله دايما نستمتع مع بعض بالفانتزي، والى اللقاء.